هلا وهلا، وشلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح نسوي جبن العرب للمغتربين. عندنا جبن كلش غالي، فأني أسوي بالبيت وحابة أعلمكم طريقتي خاصة للمغتربين خارج العراق الحبيب. وهذه طريقتي بجبن العرب، حبيت أفيدكم بيها. يلا تعالوا نروح نشوف الطريقة أنا وياكم الشيف غرام أم فهد من داخل الولايات المتحدة الأمريكية. حتى نسوي جبن مضبوط ونفس جبن العراق لازم نخلط نوعين حليب، حليب جاموس وحليب عادي بقر، واللي ما عنده حليب جاموس يستخدم هيفي كريم. أنا هنا غالية الحليب ومبرته ورجعت حطيته على النار حتى أسوي الجبن. بين ما يحمى الحليب اللي أنا غاليته ومبرته ورجعت حطيته على النار لازم أعقمه. حطيت ملح، الكل كيلو ملح أو كل لتر نحط ملعقة أكل ملح، نحركه بهالشكل وراح نضيفه على الحليب. الحليب ما راح أخليه يغلي بس يحتر. هنا أنا راح أضيف الملح اللي خلطته بالحليب البارد وأضيفه على الحليب. طبعا الحليب أنا أريده يحتر مو يغلي. هنا أنا حبايب كمية الملح حسب انتو ما تردوه مزاجكم، يعني ترديه وسط، بس هو كعامة ملعقة أكل الكل لتر. راح نجيب هنا مي بارد ونحط بيها الخمرة حتى نحركها نذوبها، ملعقتين مالت كوب لأن أنا مسوية كمية كبيرة. فأنتي إذا تسوين بالكيلو، كل كيلو خاشوقة مال شاي، ملعقة صغيرة مال شاي تخبطيها بمي وتذبيها على الحليب. بس أنا مسوية كمية كبيرة، هاي انطيتش قياس اللتر حليب حتى تسوي جبن. وهنا أنا بسم الله راح أضيف الخمرة مالت الجبن، الخمرة الجبن هذه راح أضيفها على الحليب على طول، راح يتكتل. هو مو غلى، أنا ما خليته يغلي، بس مجرد تحطين إصبعك تشوفيه حار، يعني حرارته طبيعية مو غليان، ما وصلت درجة الغليان بهالشكل وتكتل عندي. وراح أتركه هسه، أطفي النار عليه وأتركه. هنا تركته أنا على الطباخ تقريبا نص ساعة. بعد النص ساعة عزل المي عن الجبن وصار بهالشكل يتكون كتلات الجبن تخبل ما شاء الله. وراح أجهز هنا أنا مصفي، أي نوع مصفي عندك نخلي بداخله خامة بيضة خاصة للجبن، طبعا هاي هي خاصة للجبن نظيفة وجديدة حتى نصفي بيها الجبن. بديت هنا أنا أصفي بيه بالخامة اللي شفتوها والمصفي، والمي مالته ما أذبه استخدمه، راح أخزن بيه الجبن. راح أضيف حبة سودة، وإذا ملحة ترديه بعد مالح حتى يطول وياش ممكن تضيفين ملح همينة بهذه المرحلة. وهاي هنا راح أحط حبة البركة يطلع كلش طيب. طبعا حطيت جوا طاسة وبايركس حتى ينزل المي، ولفيت الخام بهالشكل مستطيل، تردين إذا مصفي دائري عادي حسب ما موجود عندك. أحط عليها بعد مصفي وأثقلها بأي شي ثقيل عندك، قنينة مي، قنينة خال. أنا عندي قنينة خال راح أثقلها بيها وأتركها ثاني يوم الصبح. راح نجي هسه ثاني يوم الصبح راح نشيل القنينة مالت الخال ونشوف المي مالته. هذا المي راح نستخدمه قلنا، وهذا هو قالب الجبن اللي يخبل. وراح أشوفكم نشيله من الخامة بهالشكل. شوفوا شلون قالب طلع. طبعا هاي الكمية كبيرة مالت الحليب أنا مسوية مو لتر حليب، لا مسوية تقريبا 6 لتر، يعني 6 كيلوات، تطلع كمية زينة. وهذا المي مالته أبدا ما نذبه، نخلي بيه الجبن نخزنه ونضمه بالثلاجة. وشوفوا هنا خلصنا الجبن شلناه من الخامة
باعوه يخبل بحبة البركة، ريحته تخبل. هنا راح نبدأ نقطع الجبن حسب انتي ما ترغبين، حتى نخزنه أو نحطه بالثلاجة بشيش بيها مي مالت الغلي مالته لازم تكون بيه، أو نغلفه بأكياس نايلون أو حافظات. وهنا ريحة الجبن طبعا ملت البيت. شوفوا القطع مالته تخبل طلعات ولينة، وأبد الجبن مو ناشف لين، لأن حطيت له أني حليب جاموس، لازم نص حليب بقر ونص حليب جاموس حتى يطلع وياك نفس جبن العرب العراقي. وشوفوا قطع الجبن هسه راح أبدي أخزنها بشياش وأحطها بالثلاجة نستخدمها. أنا يعني مسوية كمية كبيرة. راح أبدي أحطها بقناني بلاستيك أو قزاز عادي بهالشكل، وراح أستخدم المي مالتها كامل مغلي وبيه ملح، بس إذا تحبين بعد ملح زايد ممكن تضيفين للمي وتحركيه وتضيفيه. هاي الفلفلة حتى تحافظ على الجبن، يعني شقد ما يبقى عندك قديم يقدم هذه الفلفلة تحافظ عليه، خليها ما راح تنطي أي طعم طبعا، مجرد هي حافظ مكان المواد الحافظة. وندير المي عليه ونغطيه ونحطه بالثلاجة. وهنا أنا راح أقطع الجبن. شوفوا التقطيعة مالته، دا أشوفكم داخل الجبن شلونه يخبل معه ودسم ولينة. الجبنة مثل اللي نشتريها من برا مالت العرب، باعوا كلش طيب. وأكيد راح نذوق الجبن العراقي ويا الصمون العراقي والخيار والشاي المهيل العراقي، شاي أهلنا الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طعمه كلش كلش طيب. شوفوا شلونه يلف بالصمون همينة والخبز، ويا حالات جبن أهلنا العراقي بالغربة إلى طعم يختلف. وبهالشكل خلصنا طريقة جبن العرب العراقي. إذا عجبتكم الطريقة شير ولايك. جبن العرب للمغتربين، حياكم الله، شكرا للمتابعة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.